بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين صفحة وقناة صايع كورة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع أخوكم عبد الرحمن بكر، وحلقة النهاردة هيبقى فيها كمية أخبار وهنتكلم عن أحداث حصلت من امبارح للنهارده كبيرة جدا. فقبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي، تعمل اشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان أي حاجة ننزلها يجيلك بيها إشعار. ومن غير كلام كتير يلا نخش بينا في تفاصيل الحلقة الجامدة قوي دي. حلقة النهاردة أعزائي المشاهدين عايزين نتكلم فيها عن مباراة بورتو وبالميراس اللي كانت مباراة أي نعم هي خلصت بنتيجة 0-0 وخدمت النادي الأهلي قوي، ولكن برضو كان فيها شوية تفاصيل يعني ما يعلم بها إلا ربنا، تسديدات بقى وعرضات وتصديات رائعة سواء كان من الحارس بتاع بورتو او الحارس بتاع بالميراس. ففي حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها، وكمان برضو مش عايزين ننسى اننا نتكلم على الاحداث اللي حصلت جوه المعسكر بتاع النادي الاهلي، سواء كان بقى تريزيجيه، الكلام مع زيزو، بن شرقي، وعرض وسام ابو علي. في حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها، فاعتقد ان احنا ممكن نخلي احداث المباراه في الاخر ونتكلم في الاول عن اخبار النادي الاهلي. عرض وسام ابو علي من نادي ريد بولز الامريكي. نادي ريد بولز كان اتكلم مع جيكوب الوكيل بالنسبه لوسام ابو علي، اعتقد كان اتكلم معاه في فتره الصيف اللي فات او سوري فتره الشتاء اللي فاتت اللي هي كانت تقريبا على شهر واحد او شهر اتنين، وكانوا بيتكلموا ان هم عايزين الراجل مقابل 6 مليون دولار، واكيد كان هيبقى فيه نسبه من اعاده البيع. دلوقتي النادي رجع اتواصل تاني مع جيكوب الوكيل بالنسبه لوسام ابو علي واتكلم معاه في 7 مليون دولار، وانهم رفعوا العقد او رفعوا العرض زياده مليون دولار ولكن بدون نسبه اعاده بيع. اعتقد ان 7 مليون دول ككلام مبدئي، لا لسه في كلام كتير قوي ولسه في شروط هتتحط والكلام ده، وكان في كلام برضو على ان راتب وسام هيتخطى ال 3 مليون دولار، وان الراجل اللي هو المدير الفني بتاع نادي ريد بولز مقتنع جدا بوسام ابو علي وقاعد بيتفرج عليه، خصوصا بقى في الماتش الاول بتاع انتر ميامي ده. وسام كان عامل اداء رائع، في كوره كانت اوفسايد وجاب جول وبرده كان اوفسايد، وعندك اللقطه الشهيره جدا بتاعت الدقيقه 46 ونص اللي في اخر الشوط الاول اللي لولا ستر ربنا ثم وسام ابو علي كان زماننا خاسرين 1-0 بعد شوط حرفيا كان شوط تاريخي. يعني دي معلومه كده على الماشي، اكيد مفيش تفاصيل هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن قلت اديكم المعلومه لحد ما البطوله تخلص ان شاء الله وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل في العرض ده. محمود حسن تريزيجيه حديث الشارع المصري والشارع الامريكي كمان. محمود تريزيجيه اللي حصل بعد اللقطه الشهيره بتاعت ضربه الجزاء دي ان ريفيرو طلب انه يتكلم مع محمود حسن تريزيجيه. ريفيرو قعد مع تريزيجيه ومعاهم المترجم وكمان معاهم كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف وضحها له صراحه كده، قال له تريزيجيه انت تم توقيع غروبه عليه، تم توقيع عقوبه عليك، عقوبه ماليه مش هقول لك قدرها كام، ولكن في عقوبه بسبب عدم الالتزام بتعليمات المدير الفني. فالراجل لما توجه له الكلام ده قال لا انا التزمت وعادي خالص، ومسكت الكوره وشاورت بره لكابتن عماد النحاس وقلت ان انا، والراجل قال لي انه تمام ان انا اشوط ضربه الجزاء. فكابتن محمد يوسف طبعا جاب كابتن عماد النحاس وقال له لا ده ما حصلش. قال له انت لما شاورت انا هعرف انت بتشاور تتكلم عن ايه ولا بتقول ايه. المهم يعني ان الراجل تم توقيع العقوبه عليه والغرامه عليه، والراجل بعد لما اتكلموا معاه قام واعتذر للعيبه وقال لهم انا اسف او انا عندي اللقطه دي يعني، وربنا يستر وما نشيلهاش او ربنا يستر ما يحصلش اي حاجه في البطوله، لاني كنت قلت لقطه كده قلت لا قدر الله لو حصل اي حاجه هيبقى السبب الرئيسي لقطه ضربه الجزاء. بص، وارد جدا كانت ضربه الجزاء وسام ابو علي دخل وشاطها جول او دخل وضيعها، خلينا نفترض انه شاطها. وارد جدا ان الشوط الثاني كان يبقى فيه رعونه شويه بسبب ان احنا كسبانين 1-0 وان احنا عملنا شوط خرافي، فنبدا نهدى، نبدا نتباطأ، نبدا ما نعملش اي حاجه، هوب نلبس جول ويخلص الماتش 1-1 او كمان 2-1 لانتر ميامي. فالله اعلم، رب ضاره نافعه، زي ما امام عاشور اتصاب ربنا يعفو عنه ويقومه بالسلامه، وكانت لقطه في الاول خالص نزل لنا زيزو عمل اداء رائع جدا. فالله اعلم، وارد جدا ده خير من ربنا والحمد لله ضربه الجزاء ضاعت مفيش مشكله، ماتش خلص 0-0 وربنا بيعوضك بماتش بالميراس وبورتو اللي خلص برده 0-0. ومن الاخر كده اعتبر ان البطوله دور المجموعات هم ماتشين، اكسب ماتش واحد والماتش التاني حاول ما تخسرش، انت ضمنت اول بقى، مش هقول لك ان انت هتصعد تاني، لا انت ضمنت اول. ولو طبعا كسبت ماتش والماتش اللي انت كسبته ده اللي هو قدام بالميراس انتر ميامي في نفس الوقت خسر قدام بورتو، الف مبروك للنادي الاهلي صعوده لدور ال 16 رسميا بدون كلام. الخبر اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيه احمد مصطفى زيزو وسبب تبديل ريفيرو لزيزو في الدقيقه تقريبا 65. زيزو لما نزل شفنا لعيب رائع
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبالأخص يعني إن الراجل ده راجل ما يبانش عليه إن بقى له شهرين 3 ما بيلعبش كورة، لأ بالعكس الراجل أول لمّا نزل عمل انطلاقتين، لبِّس واحدة إنذار في فالكون أعتقد، واللقطة التانية اللي خد منها ضربة الجزاء اللي دخل تريزيجيه وضيّعها. فزيزو حرفيًا أول لمّا نزل عمل فارق جدًا. أنا بالنسبة لي طبعًا إمام عاشور توب التوب، لإن إمام بقى أقوى مفتاح لعب بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن زيزو لمّا نزل حسينا إن الراجل لأ، إحنا جِبنا صفقة حلوة، جِبنا صفقة محترمة، جِبنا لاعب عنده إمكانيات وقدرات، حتى وهو بقى له شهرين 3 ما بيلعبش كورة. فزيزو الراجل اتكلم معاه ووضّح له إن أنت نجم كبير، وإن أنت بالنسبة لي هتبقى من مفاتيح اللعب المهمة، والأهم من كده إن سبب التبديل ده إن مدرب الأحمال وضّح لريفيرو إن الراجل ده لو كمّل وارد جدًا يحصل أي حاجة. ما أنا ما ينفعش ما ابقاش بالعب ماتشات رسمية بقى لي حوالي شهرين 3 وانزل العب ماتش كامل 90 دقيقة، الله أعلم ممكن أي عضلة يحصل لها أي حاجة. شد بقى، مزق، يحصل لها اي حاجه بعد الشر عليه يعني. فبالتالي الراجل اضطر ان هو يسحب زيزو. فانت عندك امام عاشور ربنا يقومه بالسلامه، طلع في الدقيقه 11. الراجل ده طلع غصب عننا. زيزو نفس الكلام. وسام ابو علي، تبديت وسام ابو علي للناس برضو اللي مش فاهماها. وسام انا برضو ما كنتش اعرف، انا كل الكلام ده عرفته بعد الماتش ما خلص، اللي هي الحاجات اللي بتحصل بقى بنفهم منها. وسام ابو علي راجل لاعب ماتشين في اسبوع قبل ما يجي للنادي الاهلي، وهوب لعب على يوم الاحد الاسبوع اللي بعديه الماتش بتاع انتر ميامي. فالراجل حس باجهاد شويه كده، فشاور للجهاز الفني انه عايز يطلع. بالمناسبه صحيح اللقطات اللي حصلت دي كلها احنا كنا وقتها كلنا ما نعرفش، لان احنا كنا بنصلي. فاللي حصل ان وسام طلب التبديل. انا جيت وقت ما التبديل كان بيتم حتى استغربت، اكتشفنا ان وسام حس باجهاد شويه. فالراجل خاف على نفسه، خاف على نفسه مش عشان نفسه، خاف على نفسه عشان خاطر يقدر يكمل الماتشات اللي جايه. فبالتالي طلب التبديل عشان لا قدر الله ممكن كان كمل وبرضه يحصل اي حاجه، يجي له شد ولا يجي له ما اعرفش ايه، نلبس احنا كده وتبقى الدنيا خربت على الاخر اكتر ما هي بايظه يعني. نقطه بقى عايز اتكلم فيها وهي عدم مشاركه اشرف بن شرقي. بص يا سيدي، المبدا بالنسبه لريفيرو او السبب الاساسي لعدم مشاركه بن شرقي، وخلي بالك بن شرقي مش بس ما شاركش، بن شرقي وقت التبديلات او البدلاء اللي قاموا يسخنوا كلهم قاموا الا اشرف بن شرقي. فالراجل المفروض يعني انه مش عايز يشارك اشرف بن شرقي بسبب واجباته الدفاعيه الضعيفه. ولكن خلينا نكون صراحه ومنطقيين، انت لما ما تشاركش اشرف بن شرقي وتلاعب حسين الشحات وتلاعب قفشه وتلاعب طاهر محمد طاهر وتلاعب جراد يشار، تلاعب كل الناس حرفيا الا اشرف بن شرقي، دي مشكله كبيره. لان انا مش جايب لاعب اجنبي والمفروض انه صفقه تقيله ولاعب عنده قدرات خاصه عشان اقعده دكه وما يلعبش. فلو انا شايف ان الراجل ده ما عندوش امكانيات دفاعيه او ضعيف دفاعيا، بكل بساطه عشان استفاد منه هجوميا هخلي له حد يغطي ظهره، او الظهير اللي على جنبه ما يتحركش ابدا، ويبقى في واحد من نص الملعب لازم يغطي ظهر بن شرقي عشان بن شرقي يقدر يخش لجوه. والطبيعي جدا ان تريزيجيه لو بيلعب اساسي وطلع البديل الاول بالنسبه له هو اشرف بن شرقي. فاعتقد ان شاء الله ان شاء الله وارد جدا نبدا نفكر في النقطه دي، خصوصا بعد اصابه امام عاشور. لان بعد اصابه امام عاشور اكيد من الشكل اللي الراجل رسمه ومن التبديلات اللي خدنا بالنا منها، ومن ان اول واحد اتبدل لما امام عاشور اتصاب هو زيزو، فاكيد زيزو كده هو اساسي الماتش اللي جاي. بصراحه حوار تريزيجيه انا مش عارف هل تريزيجيه هيبدا ولا لا، بس تريزيجيه لو ما بداش مين اللي هيبدا مكانه؟ فحتى لو في اي حاجه، حتى لو في كلاش حصل، خلاص الموضوع عدى، الماتش خلص، كلنا بنغلط مفيش مشكله. اعتقد ان تريزيجيه هو اللي هيبدا الماتش الجاي باذن الله تعالى، ويبقى ناحيه اليمين زيزو وقدام وسام ابو علي. نص الملعب لسه مش عارف يعني، هنشوف بقى قبل الماتش نبقى نتكلم يعني. ندخل بقى على النص الثاني من الحلقه، وهو النص الخاص بمباراه بورتو وبالميراس اللي انتهت بنتيجه التعادل السلبي بين الفريقين. بصوا مباراه بورتو انا اتفرجت عليها لحد الدقيقه تقريبا حاجه و60 او 70 حاجه كده يعني. المباراه يا جدعان قويه جدا، مباراه قويه قوي، وبين خصمين انا على فكره ما حسيتش الفرق ما بين بالميراس وبورتو. يعني انا كنت راسمه في خيالي ان بالميراس ممكن يجي في المركز الثاني بعد بورتو، لا بورتو عندهم هجمات وبالميراس عندهم هجمات. بورتو عندهم لعيبه زي فابيو فييرا بتاع ارسنال، وعندهم مورا، الواد مورا ده اللي هو جناح الشمال 18 سنه، مش طبيعي مش طبيعي. الواد في لقطه من اللقطات كده رقص اتنين من ناحيه الشمال ودخل حط ارضيه على يمين الحارس، بس ايه جت سنه كده جنب العارضه زي الفاول اللي كان لعبه ميسي. ده بالنسبه لبورتو. بالنسبه لبالميراس لا لا، ايه يا عم ده، ايه يا عم ده، عندهم الواد الجناح اليمين الاسمراني ده استيفاو، الواد استيفاو ده فظيع، وبرضه عنده 18 سنه وبرازيلي. صامويل المهاجم بتاع بورتو، الراجل ده لاعب 30 ماتش
في الدوري البرتغالي الموسم اللي فات، اللي هو الموسم اللي لسه خلصان يعني. الراجل لعب 30 ماتش بادئ 23، ركز قوي، 30 ماتش بادئ 23 مسجل 19 جول و3 اسيستات. حرفيا هو قاطره، دبابه بتجري على الارض. الراجل الحمد لله ايه ربنا سترها معاه امبارح وما سجلش اي حاجه. استيفاو برضو ايه في كره من الكرات كده كانت خطر قوي على راموس، راموس صدها مره في الثانيه، وبعدين مدافعين بورتو شالوها في المره الثالثه، اعتقد دي كانت في اخر الشوط الاول تقريبا، قبل الشوط الاول ما يخلص بحاجه بسيطه. فالماتش كان رايح جاي، تسديده من هنا وتسديده من هنا، عارضه من هنا على مش عارف تصدي من هنا، شويه ركنيات رأسيه، كان في رأسيه من الرأسيات الحارس بتاع بالميراس فظيع يا جماعه، فظيع. الراجل اللي قاعد معاهم تقريبا بقاله 7 8 سنين ولا حاجه، عنده حوالي 37 سنه، برازيلي هو. عمل في الماتش 3 تصديات اللي هو وافرتون، لا حارس فظيع. واحنا قابلناه تقريبا ماتشين، ماتش كان ضربات جزاء وكسبنا، واعتقد الماتش الثاني ضربات جزاء وخسرنا برضه، او خسرنا 1-0 مش فاكر بالظبط يعني. المهم ان مباراه بورتو وبالميراس مباراه ما كانتش سهله، والحمد لله ان ربنا سترها وكانت 0-0. وخلينا نركز شويه مع اللعيبه بتاعه بالميراس اكتر، عشان خاطر احنا هنقابلهم يوم الخميس اللي جاي الساعه 7 بالليل. عندك استيفاو وعندك ريتشارد ريوس، اللاعب بتاع نص الملعب الكولومبي اللي عنده 25 سنه. الراجل ده بيستحوذ حلو جدا، عنده تمريرات كويسه قوي بالنسبه للشق الهجومي. استيفاو فظيع بصراحه ناحيه اليمين. عندك مين تاني؟ طبعا وافرتون لازم نتكلم عليه، وبالنسبه لي الثلاثه دول هم اهم ثلاثه في الفريق. حتى خط الدفاع بالنسبه للفرقه دي والفرقه دي ما حسيتش ان هم اقوياء قوي ان هم يصدوا الهجمات، لان الهجمات كلها كانت بتتصد من خلال حراس المرمى، فمعنى كده ان في خلل. والاهم من ده ان الفرقتين بيركزوا قوي 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 على التسديد واللعب اللي هو ايه البيني، اللعب اللي على الارض، ما لهمش قوي في الاوفرات. يعني تقريبا كره واحده اللي كانت خطر كانت من كره ثابته اتعملت اوفر من لعيبه بورتو واتحطت براسيه وافرتون شالها. انا ده اللي فاكره بصراحه في الماتش كله، ان كانت كره هوائيه يعني. كل الكرات ارضيه، كل الكرات اختراقات من العمق، ممكن اختراق من الطرف كده، ولكن حته الاوفرات والكلام ده لا. فدي ممكن تخدمنا شويه، ولكن برضو لازم نكون مركزين برضو زي ما قلنا على ماتش انتر ميامي، نركز على وسط الملعب بتاعنا. الماتشات الثلاثه انت خدت وسط الملعب، انت خلاص استحوذت على الماتش، فاضل بس الخطوه الثانيه انك تسجل اهداف. اللي حصل في ماتش انتر ميامي ان احنا فعلا كسبنا نص الملعب بحمدي فتحي ومروان عطيه وبن رمضان. حرفيا الثلاثه كانوا رائعين ومفيش بعد كده، بجد كانوا اقوياء جدا وقدروا ياخدوا نص ملعب على الاقل في الشوط الاول. لو عملت كده قدام بالميراس وقدرت تسجل جول او اتنين، وان شاء الله ده هيحصل باذن الله، اضمن لك ان انت على الاقل خالص لو استقبلت جول انت ان شاء الله تطلع 2-1 وتبقى الدنيا معاك زي الفل، تقدر تسجل اكتر. بالميراس انت فرقه عارفها وبتعرف تلعب قدامها، وفي ماتش من الماتشات اللي لعبناهم قدام بالميراس احنا ضيعنا وكنا نقدر نكسب، ولكن حته الرعونه وحته ان احنا ما نسجلش دي مش هتنفع، خصوصا ان احنا دلوقتي بقى عندنا كم مهول من اللعيبه السوبر اللي هي مدفوع فيها فلوس كتير قوي عشان خاطر تيجي تسجل الفرص اللي ما كانوش بيسجلوها اللعيبه اللي برضه بيدفع فيها فلوس كتير قوي. الدقيقه 2 في الماتش كوره خطر قوي من فابيو فييرا لاعب ارسنال السابق ولاعب بورتو الحالي من ناحيه اليمين، بيشوطها كده واوفرتون بيصدها. بعد كده جت الرأسيه اللي كنت بقول لك عليها من هجوم نادي بورتو، وبيصدها برضه وايفرتون حارس مرمى بالميراس، عشان يجي صامويل الدقيقه 32 من ناحيه الشمال اللي هو المهاجم اللي قلت لكم عليه بتاع بورتو، يحط تسديده كده وبرده ايفرتون حاضر وبيزود عن مرماه. وبنيجي في اخر الشوط كده الهجمه اللي قلت لك عليها اللي اتصدت على 3 مرات من حارس مرمى بورتو وراموس، اللي هي كانت تسديده وصدها في تسديده ثانيه وصدها، وبعدين التسديده الثالثه اللي كانت من مهاجم بالميراس وصدها مدافع نادي بورتو اللي كان واقف على الخط، وبتنتهي المباراه او الشوط الاول بنتيجه التعادل السلبي. بدانا الشوط الثاني وبالميراس كانوا ضاغطين قوي، استيفاو على ريوس اللي هو نص الملعب اللي قلت لكم عليه، تسديده من ده على تسديده من ده لحد ما جت هجمه الدقيقه 84 راسيه من هجوم بالميراس، وبرده بيتصدى ليها راموس، جت كده ناحيه الشمال ناحيه الارض شويه لمسها وجت في العارضه، واعتقد دي كانت اخر هجمه ممكن توضح ان في اي خطر هيحصل على الفرقتين، وبتنتهي المباراه بفضل الله بنتيجه التعادل السلبي عشان يدخل الاهلي ويقول انا موجود وان شاء الله يكسب بالميراس الماتش اللي جاي. رساله اخيره، انا عارف ان انا طولت عليكم ولكن الرساله دي مهمه جدا وركزوا فيها. بالميراس موجود في دور المجموعات في كاس العالم، الاهلي موجود، انتر ميامي موجود، وبورتو موجود. الاربع فرق دول نسبه
فوز كل واحد فيهم على التاني في ال3 مباريات 30%، 30%، 30% بالنسبة لكل فريق. فمعنى كده إن ماتش بالميراس مش ماتش سهل، ولمّا اتفرجنا على بالميراس وبورتو أكيد بعد ما شُفنا التألق ده وبعد ما شُفنا العناصر دي، إحنا متأكدين إنه ماتش مش سهل. فمعنى كده إنه وأنت نازل ماتش بالميراس اوعى تتخيل إنه ممكن يبقى أسهل ماتش في المجموعة أو تاني أسهل ماتش مع إنتر ميامي أو الكلام ده كله. كلها 90 دقيقة، ممكن أكون أنا وِحِش طول عمري وآجي في الماتش ده أمسكك أهينك واكسبك واعمل فيك اللي ما اتعملش كله. ممكن أكون أنا طول عمري نجم وطول عمري كبير وآجي في الماتش ده أكون day off أو ما أكونش في يومي، العناصر بتاعتي المهمة ما تكونش مركزة، حد يتصاب، آخد طرد، الكلام ده كله واخسر، مع إني طول عمري نجم. ركز على النقطة دي. الكرات الثابتة صدقوني هتبقى حل كبير أوي وحل مهم أوي. التسديد مهما كان الحارس قوي ومهما كان الحارس كويس، أي تسديدة من التسديدات ممكن يكون في متابعة بعد كده، الراجل يصدها تنزل تكمل انت تجيب جول تعمل اي حاجه، المهم انك تسجل وما يحصلش نفس اللي حصل في ماتش انتر ميامي، انك رحت تقريبا بخمس ست هجمات جبت جول اوف سايد وما عرفتش تعمل اي حاجه. ركزوا في الماتش يا جماعه، إحنا مش عايزين منكم حاجة غير إن أنتم تعملوا اللي عليكم بس. إحنا لمّا بنشوف الناس عاملة اللي عليها ما بنتكلمش. إن شاء الله النادي الأهلي يكسب بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نصعد لدور ال16 ونكسب ماتش بالميراس، وبإذن الله تعالى بورتو يوفّق ويكسب ماتش إنتر ميامي، وساعتها إحنا كده نبقى ضمنّا التأهل لدور ال16. دمتم في أمان الله، أشوفكم إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان معاكم أخوكم عبد الرحمن بكر، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية نتكلم فيها قبل الماتش كده على التشكيلة الأساسية اللي هتلعب أمام نادي بالميراس. دمتم في أمان الله، أشوفكم إن شاء الله على خير، وسلام عليكم.